توكلنا على الله. اول حاجه، انا اعتقد مثلا ممكن 70% منكم ما يعرفنيش. فخليني كده يعني اقدم نفسي في الاول. انا اسمي عمر. آه، انا ما عنديش ماركتنج ايجنسي. انا ما عنديش شركه تسويق. انا اللي بعمله ان انا عندي براند اسمه بلايت. وبلايت علشان اوقفه على رجله وابدا اشتغل فيه بشكل كويس ويبدا يجيب لي دخل كويس، وده اللي هوريه لكم دلوقتي. الموضوع خد مني سنين كتير قوي. آه، سنين كتير قوي بسبب ان انا ما اتعلمتش كويس، ما ذاكرتش كويس، بسبب ان انا في وقت من الاوقات اتغريت في السوق، كنت فاكر ان انا فاهم كل حاجه. آه، فالجزئيه دي خسرتني كتير جدا. بس الحمد لله بالوقت الواحد بدأ ان هو يكون عنده زي داتابيز كده من الخسائر اللي خسرها ومن المكاسب اللي كسبها. وبدأ واحده واحده ان هو يحط المعلومات دي في educational content على تيك توك وعلى انستجرام. واصبح ان في ناس بفضل الله يعني عايزه تبدا، فبتسمع ليا وبتسمع الكلام اللي انا بتكلم فيه والدروس اللي انا اتعلمتها. وبفضل الله يعني على مدار السنه اللي فاتت ساعدنا براندات كتير جدا انها تبدا بشكل انا ما كنتش متخيله. ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام اقدر اعمل اصلا الامباكت ده بسبب خسائر انا خسرتها في البيزنس بتاعي. وحاليا بفضل الله علينا بلايت كبر، ودلوقتي بنعمل بيزنس تاني على جنب. بيزنس كورسز بنعلم بقى فيه الناس اللي عايزه تبدا براند ايه الخطوات اللي يمشوا عليها. والنهارده ده سيشن مجاني 100%. هقول لك المعلومات كلها 100% من غير بقى اللي هو ايه اشترك دلوقتي في نص السيشن والجو العبيط ده. لا يعني خلينا نتكلم بشكل ترانسبيرنت علشان تبقى انت عارف البيزنس موديل ده بالنسبه لك هيبقى مناسب ولا لا. توكلنا عليك يا رب. اول حاجه ديب لايت، ده البراند بتاعي. الحمد لله احنا دلوقتي داخلين على 30,000 فولور. يومين كده ولا حاجه هتلاقونا هناك. احنا في الماركت تقريبا من 2022. لا او سوري من 2020 كنا بادئين. واول ما بدأنا خالص كنا بادئين ببراند نظارات. عشان خالص ما كانش فيه ميزانية. وبفضل ربنا علينا بقى وبالتسويق وبالحاجات اللي ذاكرناها بدأنا ان احنا نكبر بشكل يعني كويس جدا الحمد لله. فدي بلايت. وخلوا برضو خدوا سكرين شوت لو حابين تدخلوا تتفرجوا على البراند وعلى الحاجات اللي بنعملها. ان شاء الله يعني على مدار الاسبوع الجاي هننزل كوليكشن حلو قوي. السيت دي خطيرة جدا 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 فهتعجبكم قوي ان شاء الله. خلونا بقى نبدأ السيشن بتاعتنا. السيشن بتاعت النهارده الهدف بتاعها بجد ان انت تعرف ازاي تبني براند حرفيا يطبع فلوس. فارس استأذنك بس يعني ما حدش يرسم على الشاشة او كده عشان نخلي الموضوع سموث قوي. خلونا نبدأ. الناس بتفكر في ايه اصلا وقت البداية؟ انا الناس اللي اتعاملت معاها على مدار السنة السنتين اللي فاتوا اللي بيفكروا يبدأوا براند ملابس، ايه الحاجات اللي كانت طول الوقت في دماغهم؟ الناس وقت البداية معظمهم بيفكر بالتفكير بتاع انا عايز ابيع هودي او عايز ابيع الايتم بتاعي ده لكل الناس الموجوده ولكل الفئات. يعني انا عايز اعمل براند يا سيجما يبقى الفئه المستهدفه بتاعتي من اول 18 سنه لحد 40 سنه. ما كده كده الهودي بيلبسه كبير وصغير. في ناس تانية بتفكر التفكير بتاع انا عايز ابدا براند، فاول حاجه هعملها ان انا هجيب مكبس حراري. اول حاجه هعملها ان انا هجيب مكن عندي في البيت واعمل ورشه صغيره عشان ابدا البراند بتاعي بطريقه صح. ناس تانية بتفكر التفكير بتاع انا عايز ابدا براند، فاللي هعمله يا باشا انا اول ما هبدا على طول هجيب تصاميم من على بنترست، هنسخها، هطبعها يا باشا. دي تصاميم جامده قوي، هنسخها هطبعها وهبدا اعمل اعلانات مموله وهبيع. وبص هولع الدنيا. شباب تانية بتفكر التفكير بتاع بص يا باشا انا اللي هعمله ان انا هجيب شركه تسويق تمسك لي الشغل واركز في التصنيع بس. هبقى انا مركز في المصنع طول الوقت. وبقى جو السوشيال ميديا بقى والبراند بقى والستوريز والمحتوى والكلام ده مش بتاعي. فانا هجيب شركه تمسكه. ناس بقى انا ما بحبهمش خالص بتوع انا عايز ابدا براند وهبيع باحسن خامه وهبيع باقل سعر في السوق كله. وبرضه في النوعيه بتاعت انا هبدا براند اللي هعمله بقى يا سيجما ان انا في واحد صاحبي ديزاينر. صاحبي ده هشاركه وهنقسم المكسب ما بيننا احنا الاثنين وهنعمل تصاميم جامده قوي. المبدا بتاعي اللي انا هشارك اي حد وانا ببدا بس عشان هو صاحبي او عشان احنا الشراكه ما بيننا هتبقى كويسه او.
بالنسبه لي كل المبادئ دي غلط، وكل المبادئ دي كل البراندات اللي انا شفتها بتحاول تقوم، والله يا جماعه خسرت فلوس خرافيه. فانا النهارده بقى موجود علشان اغير لك المايند سيت بتاعتك دي، فوانت داخل السوق على الاقل ما تخسرش في الغلطات بتاعت المبتدئين دي. فتعالوا نسمي ربنا كده ونبدا. النتيجه بتاعت كل الافكار دي ان هما بيكونوا في حاجه اسمها الريد اوشن اندستري. ايه بقى الريد اوشن اندستري دي؟ بكل بساطه بيكونوا في محيط المنافسه فيه كلها من براندات موجوده عمالين ياكلوا في بعض بالكواليتي والسعر، وخلاص اصلا العميل زهق. العميل زهق من البراندات بتاعت احنا احسن سعر في السوق، احنا اقل سعر في السوق، واحسن كواليتي موجوده. العميل خلاص. فاصبح ان بقى في ناس كتير جدا بتعمل براندات، ناس كتير جدا ماشيه بالبيزنس موديل ده، وبعدين يبدا يصنع، يبدا يروح لشركه، يبدا يجيب مكبس حراري، يبدا يعمل الكلام ده كله، ويلاقي نفسه خسر 50 60 70 100 الف جنيه، ما عملش اي مبيعات. هنا بقى المصيبه الكبيره. ويرجع يقول بصوا يا جماعه والله السوق ده، ده الكلام اللي بقينا نسمعه من التجار او الناس الكبيره شويه. هما طبعا يعني مأمن على دماغي، بس قصدي الناس القديمه شويه كتفكير، بقينا نسمع منهم الكلام ده. يا عم السوق ده بقى صعب، المنافسه فيه مليانه، ال عشان هما بينافسوا هنا، بينافسوا في المحيط اللي كله دم هنا. احنا بقى مش عايزين نلعب اللعبه دي، احنا عايزين ننافس في محيط بره عن القواعد دي خالص، وده اللي انا هعلمه لك النهارده. المحيط التاني اللي الشباب بتطبع، حرفيا بتطبع فيه ملايين، لازم تبقى انت فاهم الاستراتيجيات بتاعته صح عشان تقدر تبيع فيه. لان في حته تانيه خالص الناس مش دارينا بيها وهي بتبدا. انا لما فهمت الاستراتيجيات دي وذاكرتها وخسرت وكسبت زي ما بحكي لكم في الاول، وخلاص بقى يعني بقى اقف على رجلي، اللي هو والله انا فهمت ان الدرس ده يمشي بالطريقه الفلانيه، والماركتنج يمشي بالطريقه الفلانيه، وهكذا. بفضل الله عليا، الحمد لله الحمد لله، كانت دي اول نتيجه تظهر. ايه اول نتيجه تظهر؟ اول نتيجه تظهر ان احنا خلاص بدانا نكبر، بفضل الله الحمد لله الحمد لله. مبيعات ربع مليون جنيه في شهر، شهر ديسمبر 2022 لاخر ديسمبر 2022، بفضل الله علينا. اول ربع مليون جنيه في حياتي عاملها كانت بالطريقه دي. طيب، طب ما السوق فيه بوتنشال، السوق فيه مكسب. المكسب بقى اللي في السوق ده بيجي ازاي؟ هنتكلم في ده النهارده، وهنتكلم انت ازاي تقدر تعمل ده. بس قبل ما ابدا، انا محتاج اتفق معاك على نقطتين مهمين جدا، عشان بس يبقى احنا كده فاهمين بعض. اول نقطه، الكلام اللي انا بقوله لك ده هو محتاج شغل، تركيز، اصرار. يعني انا مش موجود في السيشن دي، ولا المحاضره دي، ولا موجود على السوشيال ميديا، ولا موجود في الكورس بتاعي، ولا موجود في اي حته عشان ابيع لك الفكره بتاعت ان انت هتعمل ملايين، وهتعمل زي ما انا عامل هنا ربع مليون، وهتعمل مش عارف ايه وانت نايم على دماغك. مش كلام من ده. هتتعب، وفي اوقات هتبقى انت ما بتنامش، وهتبقى في اوقات محتاج ان انت تعمل حاجات انت مش بتحب تعملها عشان البيزنس بتاعك ينجح. فلازم تفهم المنتاليتي ده رقم واحد. رقم اتنين، كل الكلام اللي هقوله لك هنا مبني على خسائر حقيقيه خسرتها ومكاسب حقيقيه. اللي انا مريت بيه انت هتمر بيه، لان دي اخطاء المبتدئين ودي برضو مكاسب المبتدئين. فالكلام اللي بقوله لك ده مش كلمتين في كتاب ماركتنج انا مذاكرهم وجاي افتي عليك، انا مش جاي افتي عليك، انا هقول لك اللي انا اتعلمته. فبس بالله عليك ركز في كل كلمه هقولها. اول حاجه محتاجين نتكلم فيها، ازاي اصلا في ناس بتعمل اكتر من 100000 جنيه في الشهر؟ وده مبلغ معقول؟ ازاي؟ هو ده حقيقي؟ انا كنت فاكر الموضوع صعب، خلي بالك، لحد ما فهمت الطريقه دي. والموضوع اللي هقول لك ده ممكن يبان بالنسبه لك حاجه يعني عبيطه قوي، بس ركز فيها لان البيزنس كله قايم على المعادله دي. الربح كله قايم على المعادله دي. ايه المعادله؟ منتج ناجح في عدد عملاء بيساوي فلوس. فمثلا انا عندي منتج القيمه بتاعته 500 جنيه، بعته ل 200 عميل، ممكن اعمل اول 100000 جنيه مبيعات. طريقه تانيه، عندي منتج قيمته 1000 جنيه، هبيعه ل 100 عميل، 100000 جنيه مبيعات. الطريقه الثالثه،
عندي منتج سعره صغير بقى، قللت السعر، زودت عدد العملاء، 100000 جنيه. انت فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ ممكن يبقى انت عندك السعر بتاعك متوسط، عدد عملاء متوسط، توصل للجول بتاعك، سعر بتاعك عالي وتقلل عدد العملاء، توصل للجول بتاعك. سعر المنتج بتاعك رخيص، عدد عملاء عالي، توصل للجول بتاعك. عارفين انا هدفي ايه من الكلمه دي؟ هدفي حاجه واحده، ان مش عشان تعمل براند يكسب فلوس لازم تكون انت طول الوقت بتبيع للشريحه العاليه، تبيع طول الوقت للكلاس ايه. دي حاجه انا مش عايزها. اتكلم مع الفئه اللي انت عارف تتكلم معاها. فعلى سبيل المثال، شفت السكرين شوت اللي لسه موريها لك من شويه، بتاعت البراند بتاعي، اول ما بعت عملناها الحمد لله كانت برقم. عملنا ده ازاي؟ المنتج اللي كنا بنبيعه كان هودي، متوسط سعر الهودي وقتها كان 750 جنيه. بعناه لكام عميل؟ 286 عميل. عملنا كام؟ 216000 جنيه. فهمت كده اللعبه ماشيه ازاي؟ فهمت التقسيمه ماشيه ازاي؟ حلو قوي. تعالى بقى نبدا نفصصها واحده واحده. انت يا سيجما قلت لي منتج ناجح، قلت لي عدد عملاء، بيساوي فلوس. طيب تعالى ناخدها من اول حته. هو المنتج الناجح ده اصلا ازاي اعمل منتج ناجح؟ طب المنتج الناجح ده يفرق ايه عن اي هودي موجود في السوق؟ او ليه الناس تشتري من عندي ويبقى يبقى ده اسمه منتج ناجح، ما اشتريش من عند فلان؟ طيب ازاي اتعامل اصلا مع المصنع بطريقه صح عشان يطلع لي المنتج الناجح ده؟ ده الجزء الاول من المعادله. الجزء الثاني عدد العملاء. طيب اتميز ازاي في السوق ده بقى؟ عايز ابقى براند مميز، الناس تفتكرني باسم البراند بتاعي، مش المكان اللي بيبيع تيشيرتات او المكان اللي بيبيع هوديز. ازاي ابقى مميز في السوق ده؟ وازاي اوصل لعدد عملاء كبير؟ ما هي فرحتي انا براند مميز وعامل حاجه خرافيه بس مش واصل لعدد عملاء كبير، او انا عندي ديزاين شكله تحفه بس ما حدش يعرفني. هنجاوب بقى على كل الاسئله دي، بس تعالوا نبداها كده بالترتيب اللي انا عامله. يعني انا مش هبداها بالترتيب من اول هنا، لا، تعالوا نبداها بترتيب كده معين. اول حاجه، ازاي تتميز في السوق؟ ازاي تتميز في السوق؟ يا باشا بسيطه، هبيع باحسن جوده وهبيع باقل سعر وهحط على السوق كله. فمثلا الهودي هيكلفني مثلا 450 جنيه، 400 جنيه، انا هروح ابيعه ب 500 جنيه، هكسب فيه 100 جنيه بس. كلفني تصنيع 400 جنيه، هكسب فيه 100 جنيه عشان ابيع باقل جوده. ويا باشا هنبيع مبيعات كبيره بقى باذن الله وربنا يكرمنا. واصلا بيتفاجئ وقتها ان مصاريف الماركتنج 30% من الميزانيه دي. مصاريف الماركتنج لوحدها ممكن تبقى 200 300 جنيه، فبيلاقي نفسه خسران. ابعدني خالص عن الحته دي بالله عليك. انت كبراند انت لا بتبيع باحسن جوده ولا اقل سعر. عارف ليه؟ الشباب اللي في جيلي هتفهم ده. الشباب اللي في جيلي اللي في سني اللي هو العشرينات هتفهم ده. البراندات الكبيره اللي موجوده في السوق دلوقتي لا بتبيع باقل سعر، ومش في الماركتنج بتاعها كل شويه بتقول احنا احسن جوده احنا احسن جوده في السوق. براندات كبيره مثلا زي مين؟ سيبكوا بقى من برايد، تعالوا نشوف براندات تانية. اصيلي مثلا، ما شاء الله شباب كويسه جدا 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 واذكياء جدا في شغلهم. تعالوا نشوف اصيلي كده على انستجرام. اصيلي كبراند هو بيبيع ايه؟ اصيلي ما شاء الله يعني ربنا يا رب يزيدهم، بيبيع منتجات عاديه. بيبيع هودي، بيبيع جاكيت دينم، بيبيع زي بولو. ايه الاختلاف اللي عند اصيلي؟ ايه الاختلاف اللي من وجهة نظرك محسسك ان هو متميز؟ هل اصيلي في المسج التسويقيه بتاعته طول الوقت عمال يقول احنا ارخص سعر موجود في السوق واحنا احلى جوده؟ هل اصيلي اصلا بيتكلم على الجوده بتاعته؟ هل شفت اصيلي بيتكلم على الكواليتي عامله ازاي؟ لا طبعا. اصيلي مش بيبيع الجوده ولا بيبيع السعر. حد عارف اصيلي بيبيع ايه؟ شاركوني كده في الشات. حد عارف براند زي ده من اللي انتوا شايفينه هو ايه اللي بيتباع؟ اكتبوا لي كده. الله عليك. احمد طاهر بيقول البراند ده بيبيع فايب، بيبيع احساس، بيبيع التجربه، بيبيع الهويه. جدعان جدا. ده البراند ده بيعمل. اصيلي بيبيع هويه. انت بتشتري من اصيلي عشان اصيلي بيبيع لك الصوره دي، بيبيع لك الاحساس ده، بيبيع لك الاحساس بتاع ان انا لو جبت الست دي او لو جبت التيشيرت ده هبقى عايش في العالم اللي هم عايشين فيه. هو ليه بيسافر هنا وهنا وهنا عشان ياخد صور زي دي؟
عشان يديك الاحساس ده. اصيلي بالنسبه لي بيديني الاحساس بتاع ان انا مسافر رحله في اوروبا. انا سايح في اوروبا. ده احساس اصيل. طيب تعالوا نشوف براند تاني. كودي وامبل مثلا، شباب شاطره جدا، اذكياء جدا في الماركتنج وفي التصوير. تعالوا نشوف كودي وامبل بيعمل ايه. شايفين ايه بقى من كودي وامبل؟ كودي وامبل بيبيع ايه في الاول اصلا؟ بيبيع ايه؟ بيبيع هوديز عادي صح؟ تي شيرتس عاديه مطبوع عليها. هل بيبيع حاجه فيها افتكاس؟ حاجه فيها بقى المنتج المختلف تماما اللي ما نزلش قبل كده في السوق؟ لا، تيشيرتات عاديه. حاسين من البروفايل اللي انا بوريه لكم ده ان كودي وامبل ايه بقى الاحساس اللي عايز يوصله لك، او ايه الفايب اللي عايز يوصله لك؟ الله عليك، حسام بيقول لك شقاوة الجين زي. ودي حقيقة. اللي كودي وامبل بيحاول يبيعه لك هي الحتة بتاعت الثورة، او الحتة بتاعت التمرد. التمرد بتاع مين؟ بتاع جين زي فعلا، بتاع الشباب العشرينات، 18 16 في الرينج ده. حلو قوي. تعالوا نشوف يلا براند تاني. انا عاجبني قوي ان انتم متفاعلين معايا وقاريين دماغي، هو ده اللي انا عايزه. جدعان جدا. تعالوا نشوف براند تاني بقى. والبنات اللي موجودة هتفهمني قوي في ده. سيلف ذا براند. سيلف ذا براند من اذكى البراندات بالنسبه لي موجوده في مصر. انا هقلب شويه كده في البروفايل، وعايزكم تقولوا لي انتوا حاسين البراند ده بيبيع ايه، او ايه الاحساس اللي بيبيعه. تعالوا كده نشوف ريل من الريلز بتاعته. All I see you. تعالوا نشوف حاجه تانيه. I put that on my mama, on my hood. بيبيع ايه سيلف ذا براند؟ جيرلي فايب، الله عليك، فيمينين انرجي. اوكي، حلو قوي. طيب هسألكوا سؤال بقى. هسألكم سؤال. هل براند زي سيلف لو نزل شوز البنات هتشتري ولا لا؟ كلكم 100% تقولوا اه. طيب براند زي اصيلي لو نزل نظارات الشباب هتشتري ولا لا؟ 100% هتقولوا اه. براند زي كودي وامبل لو نزل جلوفز بتاعت ملاكمه الشباب هتشتري ولا لا؟ 100% هتقولوا اه. يا جماعه اللعبه اللي احنا فيها هي لعبه ان انت تبني براند عنده هويه وعنده روح. هي دي اللعبه. تعالوا بقى نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا ونشوف الكلام الحلو اللي مكتوب فيها. اصيلي زي ما انتم شايفين النت وير دي بتتباع بكام؟ 810 جنيه. في السيزون او في الوقت الناس اللي بتبيع تي شيرتس وكده بتبيعها برنج. المحلات بقى والبراندات بقى صفحات الاونلاين بقى والجو العبيط ده 500 جنيه، 450 جنيه، ومش بنبيع. كودي وامبل بيبيع الهودي سيزون ده بكام؟ ب 1000 جنيه. ما شاء الله ربنا يزيده. سيلف ذا براند بيبيعوا بكام الست دي؟ ب 1000 ونص. على الرغم من ان الحاجات دي بالكواليتي دي بكل الكلام ده ممكن تجيبها في السوق من اي مكان، من اي المحلات اللي بتبقى موجوده. ممكن تجيب مثلا هودي زي ده حاليا ب 700 جنيه، ب 650 جنيه. هو مش بيبيع الهودي، عمره ما كان بيبيع الهودي. عشان تبقى براند بيطبع فلوس انت محتاج بقى تبيع الهوية. ودي اهم نقطة. شوفوا الكلمة دي وخدوها سكرين شوت بالله عليكم، عشان هتخلوها قدامكم في اي بيزنس انتوا شغالين عليه في حياتكم. وخلي بالكم السيشن دي مش بتكلم فيها على الملابس بس، انا بتكلم على اي حاجة، يعني كوميرس، اي حاجة اونلاين بتتباع. بس مش خدمات، على منتجات. فلو انت بتبيعي ميك اب، لو انت بتبيعي اي حاجة في الدنيا، ركزي في الكلام اللي انا بقوله. لو انت بتبيع اي حاجة في الدنيا ركز في الكلام اللي انا بقوله. خدتها سكرين شوت. خليني اقول لك بقى. 95% من قرارات الشراء بتيجي من عقلك اللاواعي. فكر فيها. 95% من قرارات الشراء بتيجي من عقلك اللاواعي. على سبيل المثال، عقلك اللاواعي قال لك والله بص يا معلم، انا العيال دي شكلها روش قوي، العربيه دي شكلها جامد جدا،
البيئه دي شكلها حلو قوي، البنت دي شكلها تحفه، والله احنا ممكن نجيب التيشيرت ده، خلي بالك. طب احنا معناش فلوس، بس انت لو حوشت اخر الشهر، قرار لا واعي. بس مين اللي خده؟ اللي خده عقلك الباطن. هنا التفكير بقى. لو انت فضلت تبيع منتج، اللي هيشتري المنتج هيفضل يفكر ويقعد يحسبها بورقه وقلم، يقول والله طب خلاص اخر الشهر. لكن لو انت بتبيع الفايب او الاحساس، الناس تبدا تريليت معاك على طول. طيب تعالوا نرجع للكلام بتاعنا. الهويه معناها بكل بساطه ان انت لما بتشوف علامه زي دي، تحس بالمشاعر دي. لما بتشوف علامه نايك بيجي لك المشاعر بتاعت الجري، وجاست دو ات، وحقق حلمك، يعني كسر الليميتس بتاعتك، احساس بتاع الرياضه. طيب، حاجه تانية، لما تشوف البراند ده ديزل، ايه الاحساس اللي بيجي لك؟ اكتبوا لي كده، ايه الاحساس اللي بيجي لكم لما بتشوفوا اللوجو بتاع ديزل؟ الشباب اللي متابعه الستريت وير وكده. تمرد، الله عليك، بكل بساطه تمرد فعلا. عارف زي مين؟ زي كودي وامبل. ديزل براند عنيف. شوف الكونسبت ستور عامل ازاي، شوف البوستر عامل ازاي. ده ديزل بالنسبه لك. طيب، فكده لما اتكلمنا قلنا اصيلي بيبيع ايه، عرفنا سوا ان اصيلي بيبيع اوروبا. اصيلي بيبيع الاحساس بتاع السفر، الاحساس بتاع ان انت طالع رحله، هدوم مريحه. طيب كودي امبل قلنا بيبيع ايه؟ قلنا كودي امبل بيبيع التمرد، شباب الشارع، شباب القاهره، جين زي. وسيلف بتبيع ايه؟ سيلف بتبيع البنت المدلعه اللي عايزه تاخد بالها من نفسها، البنت الجميله. حلوه قوي. البراندات دي كلها مش بتبيع هدوم، البراندات دي كلها بتبيع احساس. انا عايز اسالك سؤال، قبل او انت بتخطط تبني البراند بتاعك، ايه الاحساس اللي انت عايز البراند بتاعك يديه؟ عايزك بقى تقعد تفكر فيها كده. انا عايز الناس لما تدخل على الاكونت بتاعي تحس بايه؟ زي ما ادخل على اكونت اصيلي انا بحس بكذا، لما بدخل على اكونت سيلف بحس بكذا. انت عايز الناس تحس بايه؟ عايز الناس يجي في بالها ايه لما تقول لها اسم البراند بتاعك؟ يعني مثلا انا لما بقول لك بلايت، وتدخل على اكونت بلايت في اول مره، تعرف ان بلايت شويه فيها الحته بتاعت الشاب المتمرد. تحس ان بلايت شويه فيها الحته بتاعت الشباب اللي عايزين يجيبوا عربيات بقى واكسوتكس ومش عارف ايه. تحس ان بلايت شويه فيها الحته بتاعت الشباب اللي بتمارس رياضه والبوكسنج ومش عارف ايه. دي الصوره اللي انا عايز ابيعها. مش عايز ابيع التيشيرت، انا عايز ابيع الايمج، عايز ابيع اسم البراند. فانت ايه الاحساس اللي عايز البراند بتاعك يديهولي؟ ونصيحه، نصيحه من حد بقاله في الماركت ده كتير قوي، ما تفكرش في المنتج الاول. ما تقولش انا عايز ابيع هودي، ما تقولش انا عايز ابيع تيشيرت. فكر في البراند بتاعك الاول. خد مني الاكشن بلان دي وركز فيها. قسم الناس ان انت محتاج تبيع لهم. اول حاجه، انا ببيع لمين؟ قسم الناس من حيث العمر، الاهتمام، البيئه. مثلا اوعى تقول انا ببيع من 18 سنه ل 40 سنه عشان ابقى ناجح وعشان استقطب فئه كبيره. لا طبعا، انت كده هتفشل اكبر فشل. كل جيل من الاجيال بيتباع له هويه معينه. شفتوا لما انتوا قلتوا جين زي؟ ده جيل كلام فيه بطريقه معينه، الافعال فيه بطريقه معينه، الفيديوز اللي بيحبها بطريقه معينه. الجيل الثلاثيناتي ده جيل تاني خالص، كلام بطريقه معينه، الافعال بطريقه معينه، الاهتمامات نفسها مختلفه، المزيكا اللي بيسمعوها مختلفه، البيئه بتاعتهم مختلفه. قسم لي الناس بقى التقسيمه دي. انا هبيع والله سجمه لجنزي مهتمين بالسيلف كير، ب البيئه بتاعتهم. والله بص، انا البيئه اللي انا عايز ابيع لها، البيئه اللي انا بفهمها والبيئه اللي انا منها وبعرف اتكلم معاها، البيئه فوق المتوسطه. انا يا سجمه البيئه اللي انا منها البيئه الغنيه، انا يا سجمه البيئه اللي انا منها البيئه اللي تحت المتوسطه، البيئه الفقيره. شوف البيئه اللي انت منها عامله ازاي واتكلم معاها. البراند يعني كوميونيكيشن، يعني تواصل. هتتواصل ازاي بقى مع البيئه بتاعتك دي؟ دي بتاعتك. الناس اللي بتبيع لها دي حياتها عامله ازاي؟ الفئه بقى الصغيره اللي انت هتستهدفها وتفضل تتكلم معاها، شغلهم عامل ازاي؟ ايه الحاجات اللي بيحبوها؟
طيب ازاي بتحس انها متقدره اصلا، او ايه الحاجات اللي بيحلموا بيها، ازاي بيحس ان هم ابريشيتد في المجتمع اللي هم فيه؟ واخر حاجه، الناس دي بتدور على هدوم عامله ازاي. عايزك تركز معايا. انا سالت الناس دي بتدور على هدوم عامله ازاي، او ايه المنتج اللي انا هبيعه، اخر سؤال خالص. ما فكرش في المنتج اللي انا هبيعه وانا بفكر اعمل براند. ده اخر سؤال خالص. اللي انا بفكر فيه هنا الاهم، الاستثمار الفعلي، الاستثمار بتاع البيئه اللي انا هبيع لها عامله ازاي. فمثلا انا لما عملت ده لبلايت، اصبح ان البيئه اللي انا ببيع لها هم الشباب من 16 سنه ل 25 سنه بس. 16 سنه 25 سنه بس، دول اللي انا مركز معاهم، ودول الكونتنت بتاعي ليهم، والمودلز اللي انا بصورهم منهم. مين الشباب دي؟ الشباب اللي بتحب تلبس ستريت وير، تحب تسمع مزيكا فيها تمرد زي الراب، الشباب اللي دخلها المادي فوق المتوسط او الدخل المادي العالي. طيب الشباب دي عايز تعمل ايه بقى؟ الشباب دي، الشباب اللي انا بكلمها في برايت، هي الشباب اللي عايز تكسر الحواجز. مبيع للشاب اللي عنده حلم، اللي عنده حاجه كبيره عايز يحققها، وعايز يحققها في سن صغير، عايز يحققها دلوقتي، هو مجنون بيها بيفكر فيها 24 ساعه. مثلا الثروه مثلا، او التاثير، ازاي يحقق طموحه، ازاي يثبت ذاته في المجتمع. دي الناس اللي انا بتكلم معاها. الشباب اللي انا ببيع لها دي طول الوقت بتحس انها متقدره لما تكون ظاهره، سواء بقى ان شكله مختلف، ان افكاره قويه، ان عامل تاثير متلاحظ، ان عنده مشروع ناجح. والشاب اللي انا ببيع له ده، خلي بالك بالمناسبه، دي اخر حاجه خالص، بيدور على هدوم متماشيه مع الستريت وير، هدوم تبقى مريحه، واكبر الموضه. بيدور على براند شبهه، براند بيتكلم بلسانه. مش عايزين حاجه، مش عايزين حاجه ودي اللي فيها السر. طبعا في اسرار كتير قوي، بس مش هديها لكم كلها. بس دي فيها سر مهم قوي، ان انا ببيع للشخص اللي انا عليه كسيجما، او الشخص اللي انا عايز ابقى عليه. مجمعين؟ الناس اللي تعرفني عارفه ان انا الشخصيه اللي انا راسمها دي، انا الشخص اللي عايز يبقى عنده مشروع ناجح، بيحاول يثبت ذاته في المجتمع، اللي بيحاول يحقق طموحه، اللي بيحب الستريت وير، اللي بيحب الراب، اللي عايش في بيئه فوق المتوسطه او البيئه العاليه، اللي بيحاول يكسر حواجز في سن صغير. انا الشاب ده. طب يا سيجما ايه العلاقه؟ العلاقه حاجه واحده بس، ان انا بكل بساطه لما تخيلت انا عايز ابقى عامل ازاي كشخص، الشخص المثالي اللي انا هبقى عليه عامل ازاي، بدات افكر في البراند بتاعي بشغف. بدات افكر في البراند بتاعي بالحته بتاعت انا عايز اعمل كونتنت شبهي، كونتنت يجمع الناس اللي شبهي. عايز اعمل حاجه الناس تتفرج عليها وتقول الله. عايز اعمل هودي كديزاين هو بيبيع للتارجت اودينس اللي بيفكروا زيي. انا عايز بلاي تبقى كوميونتي، ما تبقاش انها بس براند بيبيع هودي شكله ترندي من على بنترست. مش دي اللعبه. وهنا بقى البراند اللي بيفضل عايش طول العمر، انت بتبيع حاجه شبهك. فمثلا اعتقد 100% معانا ناس آه عايزه مثلا تبيع. والله يا سيجما بص، انا شايف الترندي قوي الايام دي، انا حد عندي 35 سنه، بس شايف الترندي قوي الايام دي الحاجات الهوديز اللي العيال اللي عندهم 17 سنه و18 سنه بيلبسوها. فانا بفكر اعمل براند يكلم العيال دي. طب انت بتعرف تتكلم بلسانهم؟ طب انت عارف ايه المزيكا اللي بيسمعوها؟ طب انت عارف ايه الفيديوهات اللي بيشوفوها ويقولوا اوف ده جامد قوي الشاب ده ومش عارف ايه، ويعملوا شيء؟ لا انت مش عارف ده. طيب يا سيجما اعمل ايه؟ اللي تعمله وقتها تبيع للفئه اللي شبهك، اللي انت عارف تتكلم معاها. على سبيل المثال، كان معانا حد في الكورس، في الجروب التاني. بفضل الله عملنا الكورس ده 5 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله علينا، يعني بفضل ربنا. في الجروب التاني كان معانا واحده شاطره جدا، واول ما دخلت وتعلموا من الدرس ده، خلي بالكم اتعلموا منه جدا. قالت انا عايز اعمل براند لاولادي، عشان هم بيحبوا اللبس ده، فعايز اعمل لهم حاجه يشاركوني فيها ونعملها سوا ومش عارف ايه. وانا فاهمه دماغهم وفاهمه البيئه طب انت عارفه هم بيسمعوا مزيكا عامله ازاي؟ اه بيسمعوا الراب. لا مش بيسمعوا الراب. ما بيتكلموش كده. فوقتها لما بدأنا نتكلم أكتر، بدأت أسمع منها أكتر. طب أنت بتفكري العميل نفسه عامل إزاي؟ تخيل حد أصلا أنت عايزة تبيعي له عامل إزاي،
اكتشفنا اصلا ان هي عندها توجه تاني خالص، لو ركزنا فيه عارفين هنعمل فلوس هبل. ايه بقى التوجه التاني؟ الشخص ده شخص جميل جدا، شغاله في بنك، فالكونكشنز بتاعتها كلها مبنيه على الحاجات الفورمال. هي عايزه البنت، او بتفكر ان البنت اللي ممكن تشتري منها تبقى لابسه حاجه فورمال، حاجه شيك، حاجه في بيئه حلوه، حاجه في بيئه شكلها كلاسيك، بنت لابسه راكبه عربيه كويسه. اوكي، طب ما احنا هنا عندنا ناس انت شبههم وعارفه تتكلمي زيهم، طب ليه ما نبيعش لدول ونبيع العيال بتوع الهوديز اللي انت اصلا مش فاهماهم، مش عارفه تتكلمي زيهم. لما رحنا بقى الحته التانيه، الحته الكلاسيك، الحاجات الفانسي، الهدوم الفورمال، ال طلعنا نتائج خرافيه. الحمد لله دلوقتي حاجاتها بتتصنع. الهدوم اللي طالعه، انا كنت حاضر الحمد لله، يعني الناس اللي بتبقى حاضره في الكورس ببقى حاضر معاهم البروسيس كلها. فالهدوم اللي هي بتطلعها في المانيفاكتشرنج، الديزاينز بتاعتها معموله بشغف، معموله مبنيه انها اصلا هي عايشه ده، فهي عارفه ايه الديزاين الحلو من الديزاين الوحش. فهمتوا بقى انتوا الفكره؟ انا عايزك وانت شغال تشتغل بالمنتاليتي بتاعت والله يا سيجما انا شبه دول، انا شايف ان الحته دي، الهدوم دي لو لبستها يبقى شكلها جامد قوي، هتبقى انت عارف تبيعها. اه، اخد نفسي بقى عشان نجمع الطاقه ونرجع تاني. الصوت واصل لكم كويس، الشاشه واصله لكم كويس، كل حاجه تمام، معلومات حلوه، مستفيدين. صوت واضح، هحاول اعلي الصوت. انا بس والله اهم حاجه عندي الساعه اللي هتقضوها معايا دي تطلعوا باقصى استفاده ممكن. مصطفى لما نخلص ان شاء الله انا هبعت الفيديو ده لكل الناس اللي موجوده كل الناس اللي حاضره، بحيث يبقى معاكم طول الوقت. اللي مستفيد استفاده حلوه يدعي لي بقى دعوه حلوه كده قبل ما نكمل. ماشي، حلو قوي، تعالوا نكمل. نكمل. الصوره دي بقى سكرين شوت كده حلوه، عشان دي اللي فيها الخلاصه. شفت بقى اول صوره خالص وريتها لك، الريد اوشن اللي كان مليان دم، اللي الصناديق بتاعته دي كلها بتاعت البراندات اللي بتبدا، اللي ما عادش فيه خلاص عملاء، الزباين خلاص طهقوا، هربوا خلاص. ده الريد اوشن. عارف مين اللي بينافس فيه؟ الشباب بتوع ان احنا احلى جوده واقل سعر. انا بقى بالكلام اللي فات ده، بالفيجن اللي انت بنيتها، انت رحت هنا للبلو اوشن اللي مليان سمك، في صناره واحده بس اللي بتصطاد، اللي هي البراند بتاعك. السوق اللي انت بتنافس فيه لوحدك، انت اللي بتحط القواعد بتاعتك، انت اللي بتخترق عقول الناس. حلو قوي. عارفين مين بيعمل كده؟ البراندات اللي انا لسه موريها لكم: اصيل، فودي وامبل، سيلف، كلايت البراند اللي انا شغال عليه. اي براند من البراندز دي بتعمل نفس اللعبه دي بالظبط. طيب، هسألك سؤال. مش انت ممكن بتقلب على انستجرام بتشوف جينز من عند اصيل تقول اوف جامد قوي ده هشتريه، وتشوف جينز تاني من عند ستيبس مثلا، او من عند براند زي روديز مثلا، براندز لسه ظاهره جديد دي، تقول اوف ده جامد قوي هشتريه، وتشوف مش عارف ايه، نفس الايتمز. تشوف هودي من بلايت تشتريه، تشوف هودي من كودي امبل تشتريه، تشوف هودي من... عارفين انا بقول لك كده ليه؟ عشان تبقى انت فاهم ان انت طول ما انت بتلعب في الحته دي، فهنا مفيش منافسه. انت يا صاحبي مش بتنافس هنا على الترند، انت هنا مش بتنافس على ايه التصميم اللي مولع فهروح اعمله في المصنع وهبيعه وهختفي. انت هنا بتلعب على الهويه بتاعتك، انت هنا بتلعب على الناس اللي بتحب البراند بتاعك ومستنياك تنزل. هوريكوا الحته دي دلوقتي. طيب، انت خلاص بعد ما عرفت ازاي هتبني صوره ذهنيه للعميل اللي هتبيع له، تعالى بقى نيجي للنقطه الاهم. ايه بقى هي النقطه الاهم؟
هتبيع له ايه؟ يا باشا سهله. بص يا عم سيجما، هبيع له ايه دي بتاعتي بقى، بتاعتي انا. عندي تصميم مختلف وفكرته جديده موت، ما اتعملش قبل كده في العالم. هبيع له منتج اول مره ينزل في السوق كله، او هعمل فكره مختلفه بقى. بص ما اتعملش في العالم كله، انا بتاعي الجديد، انا الطوخي. طبعا سيجما بيعمل كده بعدها، وقابل في وشك. ليه بقى؟ اول حاجه لازم تفكر التفكير ده. الناس عايزه تلبس هدوم شكلها حلو، مش هدوم مختلفه. محدش هيبقى مبسوط وهو لابس بنطلون جينز مليان جيوب ومقطع واخد وش شكلها ديرتي ومكتوب عليه طباعه من ورا مش عارف ايه. محدش هيبقى مبسوط وهو لابس كده في الشارع والناس كلها عماله تبص عليه بقرف، الا نادرا، فئه قليله جدا جدا، مش هتعرف تكسب منها. فانت عايز تبيع هدوم شكلها حلو، شكلها كويس، الناس تلبسها تبقى مبسوطه بيها، مش هدوم مختلفه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الهدوم اللي فكرتها جديده فيها تفاصيل كتيره. عارف معناها ايه؟ حرفيا حط المعادله دي في دماغك يعني. هدوم تفاصيل كتيره، فكره جديده اول مره تعمل في السوق، يعني وقت مصنعيه اكتر، لان دي حاجه جديده الصنايعي مش واخد عليها. مشاكل اكتر في الانتاج، الصنايعي هو بيجرب هيعمل خطة غلط والتانية غلط والتالتة غلط لحد ما يبدأ يطلع الحتة بتاعتك بشكل نظيف. لا صاحب المصنع عارف انت عايز تعمل ايه، ولا الصنايعي فاهمك، وانت بقى فاكر نفسك ان دي الفكرة اللي هتبيع. واخر حاجة، ان السعر بتاعها هيبقى اعلى. فتلاقي نفسك مثلا عايز تعمل هودي عليه ووش وعليه امبرويدري، وهتاخده تعمل عليه باف برنت كمان، وبعدين هتعمل زي ديستريسنج هتعمل فيه تقطيعات. فتلاقي ان الهودي اصلا واقف عليك انتاج ب 1200 جنيه مثلا يعني. هتبيعه بكام؟ وعايز تعمل منه 20 قطعه مثلا. لا غير بقى عايز تعمل منه 20 قطعه، طب هتبيعه بكام؟ ده اول واحد، ده اول سؤال. تاني سؤال، هو العميل اصلا اللي هيشتري منك هل ده الرينج الطبيعي اللي بيشتري بيه هودي؟ لا. يا سيجما ما انا عايز اعمل براند لاكجري. طيب عايز تعمل براند لاكجري، طيب انا اسف يا جماعه، عايز تعمل براند لاكجري، طيب في كام براند لاكجري اصلا في مصر؟ في كام براند لاكجري في مصر بيبيع هوديز وكلام؟ مفيش اصلا براندات لاكجري في مصر بيبيع هوديز وكده، الا قليل جدا واسمهم مش معروف. فما تشتغلش على التفكير ده، ما تشتغلش على التفكير ده. انا هقول لك بقى التفكير الصايع اللي تشتغل عليه. التفكير الصايع حاجه اسمها مبدأ باريتو. ايه مبدأ باريتو ده؟ قاعده 28. قاعده ال 80 20، وركز فيها جدا، وهتاخدها مبدأ في اي حاجه في البيزنس هتعملها ايا يكن التخصص بتاعك، بس خليك مركز ان احنا بنتكلم على جزئيه الديزاين. ايه بقى ال 8 20 ده؟ احنا مش بنخلق منتج من الصفر، احنا بنشوف منتج موجود، منتج ناجح، وبنعدل عليه بنسبه معينه. على سبيل المثال 80% دي ده المنتج اللي موجود اصلا في السوق، 20% دي التعديل اللي هنضيفه، الفكره الجديده اللي هنضيفها، الاختلاف اللي هنضيفه في القطعه. فاصبح ان انت ما تشتغلش على فكره بان انت هتحط 80% اضافات وتعديلات وافكار، و20% الحاجه الاساسيه. هتخسر، هتخسر خساره رهيبه بشعه. وبكلمك كده مش راي شخصي، ده بناء على براندات انا بشوفها كل يوم وبتاخد معايا استشارات كل يوم. هتخسر. فمثلا الهودي بيتباع كتير جدا، طيب ايه الفكره اللي عاملها؟ 80% الهودي الاصلي، 20% الفكره اللي عاملها اللي هو الامبرويدري دي. دي طريقه في الديزاين. اه حلو قوي. عايز اوريكم حاجه تانية بس اعتقد هتاخد مني وقت كتير قوي على ما على ما اوريها لكم. فيعني خلاص يعني بلاش دلوقتي. بس ايا يكن فكروا لها بالتفكير ده. تعالوا نخش، تعالوا ندخل كده على البراندز الناجحه. تعالوا ندخل كمان يعني براندز ناجحه بس انترناشونال بقى، مش براندز في مصر كمان، عشان تبقوا انتوا فاهمين البوينت قوي. تعالوا نشوف مثلا بروكن بلانت. اعتقد يعني في جزء كبير منكم عارف بروكن بلانت. بروكن بلانت بيبيع ايه؟ بيبيع هودي. الهودي عليه ايه؟ عليه برنت، عليه باف برنت. هل هو هنا براند مختلف؟ لا، هو اختلافه كله في الايدنتي. بيبيع لك الهويه بتاعته. جاكيت فارو،
الهوديز بتاعته حرفيا كلها بيزكس، يعني مش حاجه اللي هو فكره خطيره، فكره خرافيه هنعمل بقى ووشنج على مش عارف ايه، على مش كلام من ده. فانت شغلك هيبقى مبني على شغل 80 20. الحاجه التانيه محتاج اقولها لك في جزئيه الديزاين دي، ان انت ما تشتغلش على كذا لون من كل تصميم في البدايه. يعني عندك هودي مثلا عليه برنت معينه، ما تعملش منه مثلا ازرق وبينك ورصاصي. ما تعملش كده منه في البدايه، اول ما تبدا ما تقومش عامل كده، لان دي هتكلفك فلوس. فانا اوفر لي واحسن لي كماركتنج ان بنفس الفلوس دي اعمل ثلاثة ايتمز مختلفين تماما، اعمل هودي مثلا واعمل بنطلون واعمل تي شيرت مثلا، او اعمل هودي بديزاين وهودي بديزاين تاني وهودي بديزاين تالت. ليه بقى؟ عشان اوصل لحاجه واحده بس، هي الحاجه دي الوينر برودكت. يعني ايه وينر برودكت يا سيجما؟ يعني المنتج كسبان. على سبيل المثال، اوريكوا حاجه في بلايت. ناس كتير جدا قالت عليها غبي وبحرق نفسي و عشان مش فاهمين البوينت، عشان ما تلسعوش من السوق. انا اتلسعت من السوق، فانا جاي اقول لكم دلوقتي. عايز اوريكم حاجه. كل ده انا عمال انزل بالسنين، خلي بالكم، عمال انزل بالسنين. شايفين الصوره دي؟ لا. شايفين الصوره دي؟ المال اولا الحب لاحقا. واحد في فبراير 2022، في بدايه 2022، فبراير كان اخر الشتاء خالص، نزلنا الهودي ده. من كام سنه؟ نتكلم دلوقتي من حوالي 3 سنين فاتوا مثلا. الهودي ده انا فاكر وقتها باع حوالي مرتين 3 مرات، لان السيزون كان خلاص خلص. بعد كده جه الشتاء اللي بعده، نزلنا الهودي بس بلون تاني، ادينا فرصة تانية. الهودي ده جاب مبيعات خرافية، كان في الشهر مثلا كان ممكن يجيب 100000 جنيه مبيعات، واحنا لسه برضو في البداية بنبتدي ان احنا خلاص افهم بقى اللعبة ماشية ازاي. حوالي 100000 جنيه مبيعات في البداية. طيب هل هسيبه واروح اعمل منتج تاني بقى جديد خالص؟ هبقى غبي، هبقى ما بفهمش حاجة. هل بقى اعمل اللي انا سولد اوت خلاص واروح اعمل بقى منتج جديد؟ ده الغباء اللي ممكن يحصل. ايه الغباء؟ ان انا يا سيجما عايز اعمل براند اكسكلوسيف، عايز اعمل براند اول ما ابقى سولد اوت خلاص يا باشا ما حدش يقدر يخش على الويب سايت يشتري. انت كده مش هتعمل فلوس، انت كده مش هتكسب فلوس، انت كده هتشتغل لوجه الله. اعمل فلوس ببراند بيبيع بيسز وينر. فايه اللي حصل هنا؟ المنتج ده باع في نوفمبر 2022، اللي هو كان شهر تقريبا 11 في 2022، باع كويس جدا. هسيبه؟ لا يا باشا، هاخده واعمل منه فوتوشوت. هسيبه بعدها؟ لا طبعا. هاخده اعمل منه هوديز للسنه اللي بعدها. وخلي بالك السنه دي السيزون كله كان ماشي على الهودي ده، كان بيبيع مبيعات خرافيه. اسيبه؟ لا طبعا مش هسيبه. عملت بيه تي شيرت كمان للسيزون ده، وعملت منه الوان وعملنا الفت، قعدنا نطور في الفت وهكذا. طيب عملنا الكلام ده ازاي؟ ما نزلناش باول مره بالوان، لا خالص. احنا اول مره نزلنا بكالر واحد بس بدأنا نشتغل عليه، لقينا عليه مبيعات خرافيه على عكس بقيه البرودكتس. فايه اللي حصل؟ تعالى بقى نبدأ ننوع في الألوان، تعالى بقى نبدأ نعمل منه فلوس بجد. الفلوس اللي بجد مش بتتعمل وانت كل يوم بتنزل لي بديزاين ومش عارف ايه. الفلوس اللي بجد ما بتتعملش بكده. تعال نشوف براند تاني. سوري معلش. تعال نشوف براند تاني زي أصيل. أكيد كلكم شفتوا الهودي بتاع أصيل، كلكم شفتوه في الشارع. الهودي ده لحد دلوقتي لسه بيتباع، صح ولا مش صح؟ لسه بيتباع على الأكونت بتاعهم. ده من أول ما بدأوا، حرفيا من أول ما بدأوا البراند. هل انت بقى عايز تيجي تبدأ وتبقى اكسكلوسيف وهتنزل منتج واحد عشان انت تختلف؟ لا طبعا، ما بتمشيش كده. حلو قوي. هنا بقى بجد والله فعلا الفلوس بتطبع. المبيعات اللي احنا بنعملها، الارقام اللي انا بوريها لكم من اللعبه دي، لعبه هويه، منتج كسبان، بيع، انتشر. بعد كده بقى نيجي للجزئيه بقى الصادمه اللي الناس بتحب تكرهها جدا، التصنيع. انا هتكلم معاكم في جزء صغير لان هو موضوع التصنيع كبير قوي، ونتكلم فيه في الكورس حوالي مثلا تقريبا
حوالي 5 ساعات بنتكلم على التصنيع. بس انا اكلمكم في كذا بوينت كده هتفيدكم، يبقى عندكم على الاقل نظره الموضوع بيمشي ازاي. انا هقول لكم على شويه اخطاء البراندات بتقع فيها، بتخليها تقفل في اول كوليكشن بسبب المصانع، والكلام ده بجد شفته فعلي يعني. اول حاجه ان هم مش بيدوروا على المصنع بالطريقه الصح. يعني ايه مش بيدوروا على المصنع بالطريقه الصح؟ يعني المصانع، خليك كده حاطط في دماغك ان المصانع بتختلف على حسب جوده التقفيل الشعبي للوكس. يعني مفيش مصنع هيقدر يطلع لك اكتر جوده انت متخيلها، او مفيش مصنع هتقابله على النت كده هيقول لك والله بص انا اقدر اطلع لك الجوده اللي انت عايزها. لا، هو في مصنع بيشتغل شعبي تقفيل شعبي، مصنع تاني بيشتغل تقفيل لوكس، فانت هتختار المصنع اللي انت هتتعامل معاه بيزد على التارجت اودينس بتوعك. الحاجه التانيه، المصانع بتختلف على حسب التخصصات. يعني ايه يا سيجما؟ يعني مفيش مصنع بيصنع لكل الناس، مفيش مصنع بتاع كله. ما تسمعش كلام المصنع اللي يقول لك يا باشا تعالى بس هعمل لك جينز، يا باشا تعالى بس هعمل لك جلد، يا باشا تعالى بس هعمل لك تيشرت. في مصانع قطنيات تعمل لك حاجات هوديز، وهتعمل لك توبس، وهتعمل لك حاجات زي دي. في مصانع تانية بتاعت جينز، المكنه اللي عندها متخصص بالجينز والكلام ده. في مصانع تالتة بتاعت جلود. انت اختار هتعمل مع مصنع عامل ازاي. مش زي مصنع يقول لك تعالى هتروح لازم تشوف شغله الاول، تبقى عارف هو بيشتغل مع فئه عامله ازاي. اخر حاجه، المصانع بتختلف على حسب نوعيه العملاء اللي بيتعاملوا معاهم. يعني ايه؟ يعني مفيش مصنع اسمه مصنع بيشتغل بأي كمية أنت عايزها. في مصنع، أو إحنا هنا بنسميها ورشة، بتشتغل مثلا من أول 50 قطعة لحد 200 قطعة في الموديل. في ورشة بتعمل من أول التوب 30 قطعة، مثلا في الهودي 25 قطعة. دول الكباستي بتاعتهم إنهم بياخدوا عملاء حجمهم صغير. على الجنب التاني عندي مصانع تانية بتبدأ تاخد بقى من أول، يا عم هات لي من أول 100 قطعة، 150 قطعة في الموديل الواحد، يا عم هات لي من أول 300 قطعة في الموديل الواحد. فده كل مصنع على حسب العميل اللي بيتعامل معاه. فانت بس رجائي دور على المصنع بالطريقه الصح. دي حاجه. طيب انا خلاص يا سيجما عايز ادور على المصنع. طب يعني ايه الخطوات اللي المفروض امشي عليها عشان اتاكد ان المصنع ده اصلا يناسبني؟ انا هقول لك شويه خطوات كده بسيطه، يعني عشان يبقى انت عندك على الاقل بس المايند سيت وانت شغال. اول حاجه، ممكن تستخدم جوجل، الجروب بتاعت فيسبوك، دليل المصانع اللي احنا بننزلينه عندنا، العلاقات الشخصيه بتاعتك، في ان انت تجيب ارقام المصانع في التخصص اللي انت محتاجه. حاول بس تجيب داتا لمصانع تبقى انت عارف المصنع ده تخصصه كذا، وده تخصصه كذا، وده تخصصه كذا. جوجل هتلاقي عليه ببلاش، الجروبس بتاعت فيسبوك هتلاقي عليها ببلاش. احنا منزلين فايل اسمه دليل المصانع، سعره 600 جنيه. ده فيه المصانع اللي احنا اتعاملنا معاها، وصف كل مصنع بيعمل ايه، ووصف تخصصه بالظبط، بالحاجات اللي احنا لقيناها ايجابيات فيه والحاجات اللي احنا لقيناها سلبيات فيه. العلاقات الشخصيه، تبدا تسال ناس عندها براندات، مش تسال اي حد كده وخلاص، او مثلا ده في حد قريبنا عنده مصنع هيصنع لك. سيبكم من الكلام ده، بيخسر فلوس كتير قوي. العلاقات الشخصيه اللي في المجال اللي انت عايزه، هات ارقام المصانع في التخصص اللي انت محتاجه. ده رقم واحد. اعذروني يا جماعه معلش، سوري بس وجعني من الكلام. الحاجه التانيه، قبل ما تزور المصنع انت محتاج تتكلم معاه في الموديل بتاعك، محتاج تتكلم معاه في نوع التقفيل اللي انت محتاجه، تساله اشتغل على الموديل ده قبل كده ولا لا. يعني مثلا مش من اول ما جبت رقم المصنع قالوا انت مكانك فين انا جاي لك دلوقتي، ما تعملش كده، ده غلط جدا. قالوا انا عايز اعمل هودي، عايز اعمل كميه 50 قطعه 100 قطعه، عايز التقفيل يبقى لوكس، اشتغلت على هوديز قبل كده ولا لا؟ اه والله يا باشا احنا عملنا كذا 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 قبل كده. طب حلو قوي، انت كده فهمت اول خطوه، عرفت كده انت رايح لمكان عمل ده قبل كده. هتبدا تزور اول زياره. اهم حاجه في اول زياره لازم يبقى معاك حاجه اسمها التك باك. ايه التك باك؟ الملف التقني. يعني ملف فيه كل تفاصيل الموديل بتاعك واضحه باقصى درجه ممكنه، عشان تقلل نسبه الفتي بتاع المصنع او التعديلات اللي بيشوفها انها فاليد من دماغه. التك باك طبعا احنا بفضل الله في الكورس بنتكلم عليه حوالي ساعه مثلا ازاي تعمل تك باك، وبنرشح لك ديزاينرز اصلا معانا بيعملوا تك باكس قويه جدا. طيب قبل ما تبدا انك تتفق مع المصنع، انت محتاج تشوف عينات، مش شغل اللي طلعه البراندات في نفس التوجه بتاعك، وتعاين العينه بشكل كويس وتشوف التقفيل. فما تتفقش مع المصنع وتبدا تاخد اول سامبل غير لما تشوف الشغل اللي هو طلعه قبل كده.
لان انا برضو بشوف ناس بتعمل حاجات مش منطقيه، ان هو انا خلاص هبدا وهتعامل معاه وهديله ديبوزيت وهيبدا يعمل لي سامبل في الثانيه في الثالثه، وهو اصلا ما شافش شغله. لما يبدا يشوف السامبل يتصدم بعد ما المصنع مثلا قعد حوالي 10 15 يوم بيعمل له السامبل، ويقول له انت ضيعتني، وانت ما شفتش شغله اصلا من الاول، ما ده غلط منك. ما تبداش شغل على الكميه بتاعتك الا لما تشوف العينه بتاعتك الاول وتعينها كويس. وبعد ما تعين اول عينه وتستلمها لازم يكون بينك وبين المصنع اتفاق واضح على السعر، الكميه، مواعيد التسليم، والشروط الجزائيه لو حدث اي خطأ. يعني ايه حدث اي خطأ؟ يعني لو حصل تأخير في الوقت، لو حصل ان في منتجات بايظه، لازم تبقى انت يعني متفق حتى لو بشكل ودي مع المصنع عشان يبقى كل حاجه واضحه. ما تتكسفش تتكلم في الحاجات دي لانها حقك. وبرضه ما تتكلمش فيها بغشامه قوي، ان هو هنعمل عقد وهنسوي وانت جاي تعمل 50 قطعه برضه. يعني خليك ذكي، خلي عندك مهارات تواصل. اتكلم مع المصنع بطريقه وديه. والله احنا مثلا هنستلم يوم كذا، طيب افرض لو احنا اتاخرنا بس مثلا، يعني على سبيل المثال عشان بس ابقى انا عامل حسابي، ايه اللي هيحصل؟ ممكن نتاخر وقت قد ايه وبعد كده يبقى في حاجه غلط؟ اه والله يا باشا احنا ممكن بس لو حصل حاجه ممكن نتاخر ظرف اسبوع زياده. فانت حاطط نفسك هامش اسبوع. بعد كده طيب بس بعد الاسبوع ده لو اتاخرنا تدفع لي غرامه مثلا 10000 جنيه. متفقين يا عم الحاج؟ متفقين. هتنزل لي مثلا في المصنعيه 50 جنيه، مثلا هتنزل لي في المصنعيه 40 جنيه. دي طريقه. الحاجه التانيه، طيب لو في مشاكل في البرودكشن تبقى بنسبه كام في الميه؟ في العادي في المصانع المحترمه، يعني معظم المصانع دلوقتي بقت كويسه، تبقى 1 ل 2%. يعني ما بين كل 100 قطعه بقى في مثلا قطعتين فيهم مشكله، وتشيز ده طبيعي، ده عامل بشري يعني. بس برضه لازم تبقى متفق، لو حصل اي غلط هتتحمله ازاي؟ هل هتجيب لي قماش غير القماش، ولا هل هتديني فلوس، ولا هل هتعمل ايه؟ لازم الحاجات دي كلها تبقى واضحه ما بينك وما بين المصنع عشان ما يحصلش اي غلط. تتجنب حدوث الاخطاء مع المصانع، لان بجد لو وقعت فيها بدون مذاكره وبدون علم وبدون دراسه وقعتها كتير جدا وخسائرها كتير قوي. ولو ذاكرت لها وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، وتفهم تتكلم ازاي بلسانهم، وتفهم هم ايه الحاجات اللي هم بيعملوها، مش عشان ينصبوا عليك بس عشان هم بتبقى في حاجات برضه هم جاهلينها، هتفهم ازاي توصلها لهم، هتكسب فلوس كويسه جدا. الموضوع بسيط بس محتاج شويه ترتيبات. تبقى فاهم الخامات كويس، تبقى فاهم الطباعات كويس، تبقى فاهم كل حاجه بتاخد متوسط وقت قد ايه، عشان تبقى عارف هل المصنع ده فعلا بيتكلم في حاجه رياليستيك، ولا هل هو بيهبل في الكلام اللي هو بيقوله وعايز يجر رجلك عشان تدفع الفلوس وخلاص. لازم تبقى فاهم الكلام ده كله. احنا كده خلاص عرفنا ازاي تعمل هوية قوية، ازاي تشتغل على تصاميم بجد تبيع، وازاي تتعامل مع المصنع. اهم سؤال، طيب انا عملت كل الكلام ده، معايا المنتج ابيع ازاي؟ انا عايز اعمل فلوس يا سيجما زي اللي انا شفتها من شويه دي. انا ابيع ازاي برضو؟ اعمل مبيعات ازاي؟ حلو قوي. بص يا سيجما بقى، خلي بالك برضو يا سيجما المبيعات دي بتاعتي. انا هعمل تصوير احترافي، استوديو. هجيب بقى استوديو، بص، من الناس البروفيشنال، وهكلم شركه تسويق شاطره. شفت لهم اعلان على فيسبوك، هتعمل لي بقى بص 12 بوست، وهيعملوا لي تصميم سوشيال ميديا محترف، وهدفع لهم الباقه الذهبيه. هدفع اكتر باقه يا سيجما، هدفع 10000 جنيه في الشهر. وخلاص بقى هتولع مني يا عم مبيعات بقى، سوق المرسيدس بكره. ماشي يا عم من مبيعات. دي المصيبه بقى. الكلام ده كله هيخسرك، بجد الكلام ده كله هيخسرك كتير قوي. العالم بتاع النهارده يا جماعه معتمد على التجارب الحقيقيه، معتمد على الصوره الواقعيه، مش معتمد على المنتج اللي متصور في باك جراوند لونها ابيض ومكتوب عليه اشتري الان، ولا معتمد على المنتجات اللي نازله مكتوب عليها خصم 50%. الناس خلاص بدأت تزهق، الناس خلاص بدأت تحس ان هو اوفر. حط نفسك مكان المستهلك. انت لما قعدت بتشوف اعلان ظاهر مكتوب عليه خصم 50% ولا طب بتسكيب. يا عم دول مش لاقيين يبيعوا اصلا، مش عارفين يبيعوا. العالم بتاع النهارده معتمد على البراندات الحقيقيه، معتمد على الناس اللي بتطلع تتكلم عن الاكسبيرينس بتاعتها وتقول والله يا جماعه احنا في البراند بتاعنا بنعمل كذا 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 كذا، وتعالوا بقى النهارده ناخدكم والله واحنا شغالين على الفوتوشوت بتاعنا
عارفين عشان كده براند زي اوديز، لو تعرفوا اوديز، هو نجح، وما شاء الله نجح نجاح مبهر. شباب شاطره جدا. ليه؟ هو عارف يدخلك في الاحساس بتاع البراند عن طريق الكونتنت بتاعه. حلو قوي. عشان كده فيديو زي ده كان قابل ان هو يفايرل ما شاء الله. تعالوا اوريكم كده الفيديو عامل ازاي. أنا هفتح تيك توك. احاول اشوف لكم الفيديو ما شاء الله الفيديو ده جايب 150 الف فيو. طيب تعالوا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. انا متحمس جدا للشتا ده. لسه واصل لي اول سامبل للبراند بتاعي، عايز اوريها لكم عشان بصراحه بالنسبه لي دي احسن تراك سوت في مصر كلها. فولو على البراند، اعملوا فولو. استنى، انا متحمس جدا للشتا ده. الفيديو ده لسه واصل نزل. لي اول سامبل للبراند خلي بالكم بلايت، احنا كنا بقالنا فترة موقفين بنجهز للسامبلز والجو ده. ماشي. بتاعي، عايز اوريها لكم. الفيديو ده نزل. لو خدتوا بالكم من السكرين شوت، بلايت كان 27000، دلوقتي بلايت داخل على 30000. 3000 فولورز زادوا. ماشي. ماشي. الفيديو ده نزل في يوم واحد. ما شاء الله الويب سايت بتاع بلايت، تخيلوا كان عليه كام فيزيت؟ 3000 فيزيت. واحنا اصلا موقفين، احنا مش منزلين اي حاجه. 3000 فيزيت على الويب سايت في اليوم ده. كميه ناس مرعبه داخله تسال الكوليكشن هتنزل امتى. لحد النهارده لسه الكوليكشن، خلي بالكم، ما نزلتش. الكلام ده بقاله مثلا حوالي 3 4 اسابيع. لسه الكوليكشن لحد دلوقتي ما نزلتش. دي سامبل، دي عينه من المصنع. احنا لسه كل ده بنصنع. وما شاء الله لحد دلوقتي ناس، طب خدوا الفلوس، خدوا سعرها وهيجيزوها لنا اول ما تيجي. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت بدات تشير اكسبيرينس حقيقيه مع الناس، مش مركز ان البراند بتاعك يطلع بروفيشنال وباك جراوند لونها ابيض وموديل من روسيا موزه. مش كلام من ده. انا بتكلم باسلوب الاودينس بتوعي، عارف هم عايزين يشوفوا ايه. بوريهم السوت اللي انا عاملها، بوريهم الحاجه اللي انا عاملها بطريقه فيري اوثنتيك. طيب احنا بفضل الله احنا بنكسبكت ان الكولكشن دي تبقى سولد اوت مثلا في 5 ايام، اسبوع بالكتير قوي. الحمد لله. وزودنا الكميات اصلا في المصنع، عملنا حاجات كتير قوي بيزد على فيديو زي ده. فهنا بقى تيجي الفايده بتاعت حاجه احنا بنسميها اليو جي سي كونتنت، اليوزر جنريتد كونتنت. الناس دلوقتي رياكت او بتنجيج مع الكونتنت اللي شبه ده، مع الكونتنت الهيومن الانساني، مش مع البيجز اللي بتحاول طول الوقت تبيع لهم منتج، تبيع لهم منتج، تبيع لهم منتج. اصيلي مش بيبيع لك منتج، اصيلي بيبيع لك الفايب. بلايت مش بيبيع لك منتج، بلايت بيبيع لك الفايب. كودي امبل مش بيبيع لك منتج، كودي امبل بيبيع لك الفايب. وهكذا. بيبيع لك الفايب بشكل ايه؟ في شكل كونتنت، محتوى. ادي اللعبه بتاعتك. هتعمل ده ازاي؟ تشتغل على ريلز، على تيك توكس مبنيه على ريسيرش، صح؟ طبعا المحاضره وقتها صغير، فمش هعرف اقول لك الريسيرش ده بنعمله ازاي وايه الخطوات اللي بنمشي عليها. بس يعني خلي ده في دماغك، ابدا سرش فيها. المحتوى اللي يبدا يفايرل معاك، ده بالنسبه لك هو المحتوى اللي تنفع تعمل له اد. ده المحتوى اللي تاخده تعمل منه اعلانات. احنا مش بنعمل سبونسر كده وخلاص على اي حاجه، لا. احنا بنشوف المحتوى اللي الناس فعلا اتفرجت عليه وشايفه ان هو كويس وجايب انجيجمنت عالي، بنبدا نعمل له ادز. اختار ميديا باير شاطر يعمل لك اعلانات على الكونتنت بتاعك، واعمل ويب سايت على شوبيفاي تستقبل عليه اوردراتك. ما تبيعش على الدي ام. اخر حاجه، عد فلوسك. الكورس بتاعنا هيساعدك تبدا البدايه اللي انت خايف تبداها بقالك كتير، من غير بقى ما تضيع مواسم وانت بتحاول تتعلم،
اللعبه ماشيه ازاي، ومن غير ما تخسر فلوس وانت بتجرب تجارب مش هتجيب لك مكسب. انت بتجرب في حاجات انت فاكر ان دي اللي هتبيع، ومش دي اللي بتبيع اصلا، مش ده اللي السوق ماشي عليها. فده فائده الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا بينقل لك بفضل الله تجربه حقيقيه. ايه المحتوى بتاع الكورس عشان تبقى انت متخيل الصوره؟ لو ده بالنسبه لك حاجه انت حابب تشترك فيها، المحتوى بتاع الكورس ما شاء الله قايم على 12 محاضره. اول محاضره ازاي اصلا البراند بيتبني، المحاضره اللي بعدها الهويه بتاعت البراند، ازاي تعمل براند ايدنتيتي بقى صح، والستبس اللي تمشي عليها من اول براند اركتايب للبراند استاتكس، الحاجات دي كلها ازاي بتعملها، ازاي تختار التارجت اودينس بطريقه صح. المحاضره اللي بعد كده ازاي تحدد الدايركشن بتاع البراند، ازاي تعمل اللوجو، ازاي تختار اسم البراند بطريقه صح. المحاضره اللي بعدها ازاي تعمل ديزاين للكولكشن بتاعتك بطريقه تبيع، مش ان انت بس بتعمل ديزاين وخلاص وهتشوف ربنا يسهل. بعد كده بنتكلم ازاي تتعامل مع المصانع، الستبس اللي تمشي عليها، وازاي تختار مصنع فعلا بطريقه صح. بعد كده بنتكلم عن الخامات، انواع الطباعه، انواع التطريز، فبيبقى عندك رؤيه كامله انت بتتعامل ازاي اصلا، ايه الماتيريال دي. فهتبقى عارف تطلب من المصنع ايه، هتبقى عارف لو نزلت السوق ما يتنصبش عليك. بعد كده هنتكلم في التسعير، ازاي تحسب البروفيت مارجن بتاعك، ازاي تلعب اصلا في الاسعار عشان تبقى عارف والله انا صارف قد كذا في الماركتنج، بس بالوقت الميزانيه بتاعتي دي هتقل. بتفهم ازاي تعمل ماركتنج قوي للبراند بتاعك، ومش قصدي ماركتنج هنا ان انت تعمل ادز. الموضوع زي ما انت شفتوا الموضوع اشمل من كده. والموضوع وانس ان انت فهمته بتعمل مكنه فلوس حرفيا. فاي بزنس موديل زي ما انا بعمل هنا في البيزنس بتاع الكورسز، انا بدي لك الخدمه بتاعتي مبني على ايه؟ مبني على ماركتنج. فانت لما بتفهم ماركتنج صح بتقدر تعمل مكنه فلوس زي ما انا عملت هنا في بلايت الحمد لله، زي ما البراندز دي كلها بتعمل. ازاي تعمل ماركتنج بلان صح، مش كلام الكتب بتاع بقى ان احنا نحدد مش عارف ايه والفاليوز والميشن والجو العبيط ده. ازاي تعمل ده بطريقه التجار، بطريقه السوق. بعد كده بنتكلم عن الاعلانات ازاي بتمشي عشان تبقى فاهم الميديا باير اللي بتشتغل معاه، هل هو فعلا حد شاطر هيجيب لك فلوس، ولا حد بيهلس وخلاص. تبقى عارف ازاي تتراك الارقام اللي بيجيبها لك، وتعرف ان دي فعلا نتائج كويسه ولا في احسن من كده. هتتعلم ازاي تعمل كونتنت، محتوى بصري زي اللي انتوا شايفينه، القصيلي، البلايت، الكلام ده كله. بعد كده هتتعلم ازاي تعمل ويب سايت على شوبيفاي، بدل ما تروح حد بتاع ويب سايتس ومش عارف ايه ياخد منك 15,000 و20,000 جنيه. هتتعلم ازاي تعمل ده بايدك ببلاش، من غير ما تدفع لناس بالارقام المهوله دي. هتتعلم ازاي تعمل لونش محترم للبراند بتاعك، وهتتعلم ازاي تدير المبيعات والمخزون، وازاي تتوسع بطريقه خرافيه. والكلام بتاع الكورس ده مش كلام هجايص، الكلام ده انتوا شايفينه يعني. شايفين المعلومات بتاعت النهارده الحمد لله جت من ايه. الكورس بيتكون من ايه، او برنامج التدريب بيتكون من ايه؟ زي ما قلت لكم 12 محاضره. المحاضرات كلها خلي بالكم تفاعليه، مش محاضرات اللي هو اتفرج على الفيديو وربنا يوفقك. تفاعليه، بنتكلم سوا. الفرق ما بين المحاضرات وما بين دي ان المايك بتاعك بيبقى مفتوح، فبيكون عندك وقت بتبدا تسالني فيه في كل الاسئله اللي دايره في بالك، بنبدا نتكلم فيها. بيكون معاك حاجه اسمها 1 تو 1 سيشنز، وده السر الخطير اللي ما شاء الله بيخلي الناس في البرامج بتاعتنا دي بتبقى عامله بجد مجهود خرافي. لان بيكون في متابعه فرديه، انت بتتكلم معايا كل اسبوع مره على مده نص ساعه، بيبقى عندك استفسارات، بيكون عندك حاجه اسمها اكشن بلان. ايه الاكشن بلان دي؟ مع كل سيشن انت بتاخدها بيكون عندك ستيبس معينه تمشي عليها. باخر الستيبس دي بعد السيشن ال 12 انت خلاص الحمد لله البراند بتاعك بيكون متاسس، والحاجه بتاعتك في المصنع كل حاجه بالنسبه لك جاهزه. فبنعمل ده ازاي؟ كل سيشن عندك اكشن بلان بتخلصها، بترجع لي 1 تو 1 سيشن، بنبدا نتكلم في الحاجه اللي انت عملتها دي، هل فعلا دي حاجه هتبيع، ولا حاجه ملهاش لازمه في السوق، ولا دي حاجه اصلا السوق مش عايزها. وده هنا بنتكلم نبقى معاك جايد، معاك شريك في البيزنس، من غير ما تروح تشارك حد صاحبك وتكتشف في الاخر ان هو مش بيعمل حاجه في البيزنس ومش مفيد بالنسبه لك. طبعا بفضل الله بيكون عندك شبكه علاقات بتاعتي مع المصانع، دليل المصانع طبعا بتاخده ببلاش، مع الكونتنت كريتورز اللي احنا بنتعامل معاهم، مع الديزاينرز الشطار جدا اللي بتعامل معاهم. البراندز اللي انا لسه موريها لكم دول، براندز لسه موريها لكم دي، الديزاينرز هم اللي بيشتغلوا فيها، بيشتغلوا معاك في كلاينت، هيشتغلوا معاك في البراند بتاعك، مع فوتوجرافرز شاطرين جدا جدا جدا،
ومع ميديا بايرز بتجيب ملايين. الكونتاكتس دي كلها هتبقى معاك. طبعا اخر حاجه، خلي بالك دي حاجه مهمه قوي، انت بيكون عندك موجود دايما طول الوقت معانا زي جروب، في زي دعم مع البراندز اللي موجوده، البراندز اللي اوريدي شاركت معانا والبراندز الجديده. فبتاخد كميه نتورك مرعبه. ما شاء الله كان معانا ممثلين، كان معانا مديرين بنوك، كان معانا موديلز، كان معانا مصورين، كان معانا ستايلست، معانا دلوقتي فاشن ديزاينرز، معانا ناس من جميع انحاء العالم. فانت بتاخد كميه كونكشنز وبتتفتح لك كميه فرص مرعبه. وده الهدف الرئيسي. فمثلا آه حاجه زي الجروب بتاعنا هنا على واتساب. عايز اوريه لكم. بسم الله. ده مثلا الجروب بتاعنا على واتساب. الناس كلها بتشارك افكار براندز. حد يعرف كذا، انا عندي مش عارف ايه، حد يعرف مصممه ازياء، وده يقول لك والله ده في حد انا اعرفه، وده في حد ممكن نجيب عن طريق الحاجه الفلانيه. كل دي كميه افكار يا جماعه